مرحبا بالجميع، معكم روميتو. قبل ما نبلش استنوا لحظة بفرجيكم ايش سويت. كيف بس ورود ورود، انا اللي سويت هالورود. المهم وسويت هذه وسويت هذه، سويت اشياء حلوة صراحة. حاسة لازم ابلش ابيع من جد من جد، لانه حبيت الطريقة هيك انتوا تسووا اشياء لطيفة زي هيك. شفتوها خلاص ما راح احطها تاني واسوي منهم كثير. حاسة لان حبيت الطريقة، اي نعم بالتعب بس حبيت الطريقة. فشكلي بساوي وابيع لكم. تابعوني على الانستغرام عشان تشوفوا اذا ببيع ولا لا. الناس اللي عندهم حساسية من الحليب، البدائل اللي تحصل على الكالسيوم بدائل للحليب. اوكي، طبعا رح نتكلم عن الكالسيوم. هو الكالسيوم عادة بيؤخذ من اي شيء، حتى الجونك فود بيتاخد من اي شيء، بس الفكرة عشان يمتصوا الجسم لازم تكون واخد فيتامين دي مع كالسيوم. مهمين، ما ينفع كالسيوم بدون فيتامين دي، هيك ما بيمتص. والكالسيوم مهم للحفاظ على صحة الأسنان والعظام، والكالسيوم بيدخل في تكون الأعضاء بنسبة كبيرة وللحفاظ على صحتها. فلازم تاكل كمية كبيرة من الكالسيوم، بس في نفس الوقت تاكل كمية مناسبة كمان للفيتامين دي عشان يمتصوا الجسم. أول شي هو الأسماك. تحتوي الأسماك على العديد من العناصر الغذائية اللي ممكن افتقادها في باقي اللحوم. تتميز بقلة تأثيراتها السلبية على صحة الجسم. تعتبر الأسماك خاصة السلمون منها مصدر رائع للحصول على عنصر الكالسيوم. طيب، تحتوي نصف عبوة من أسماك السلمون على 440 ملغ من الكالسيوم. لذلك احرصوا على انكم تقدموا الاسماك مرة اسبوعيا لتغذية جسم الاطفال. البرتقال، يعتبر البرتقال من الاغذية اللي بتحتوي على نسبة عالية من الكالسيوم المفيد، بحيث يمكن عن طريق تناول كوب من عصير البرتقال يوميا انك تحصل على ما يحتاجه جسم الطفل. نحن بنتكلم عن الطفل حاليا من الكالسيوم عن الكبار بالسن. لذلك لازم تقوم بتقديم البرتقال لطفلك للحصول على الطاقة اللازمة للقيام بالأنشطة والحركة. حبوب السمسم، بيوفر تناول حبوب السمسم للجسم العديد من الفيتامينز والمعادن الضرورية لجسم الأطفال، بحيث تعتبر حبوب الجسم مصدر رائع لمضادات الأكسدة. حبوب السمسم مناسبة للجميع كبار وصغار. ايش كنا بنقول؟ كما تحتوي حبوب السمسم على نسبة كبيرة من الكالسيوم اللي يمكن استغلالها للحصول على كالسيوم، بحيث تحتوي كل 100 جرام من حبوب السمسم على 975 ملغ كالسيوم. بكتب لكم العدد هون، أرقام مع بعض بتتركب ما بعرف أقولها بالعربي أنا. البامية، تعتبر البامية من الخضروات الغنية بالعناصر الغذائية المختلفة، ويفضل تناولها طازجة ومطهية على البخار للحصول على قيمها الغذائية. وبيحتوي كل 100 جرام من البامية على 81 ملغ من الكالسيوم اللي بيحتاجه الجسم للحفاظ على صحة الأسنان والعظام. لذلك بينصح بتقديم البامية للطفل وللكبار كمان، وتشجيعه على تناولها. واللي ما بيحب البامية أنت عندك مشكلة صراحة، لازم تعالج نفسك. كثير حلوة للشعر على فكرة، كثير حلوة. جربوا البامية وبتعطي كولاجين بشكل رهيب من جد. البامية لازم تخليها صديقك أو صديقتك. اللوز، يعتبر اللوز من المكسرات المفيدة اللي يفضلها الكثير من الناس ولمذاقها الرائع كمان. وبيعتبر اللوز صوت اختفى مصدر نباتي للكالسيوم، وممكن تناوله للحصول على الكالسيوم اللي بيحتاجه الجسم، حيث يحتوي 28 جرام من اللوز على 80 ملغ من الكالسيوم. وهذه النسبة بتجعل اللوز في مقدمة الأغذية اللي بتحتوي على نسبة كبيرة من هذا العنصر الهام والضروري للحفاظ على صحة العظام والأسنان. تمام، تابعوا الفيديو لأنه غني مليان بالمعلومات. انتوا أصلا تابعتوه يعني، بس تابعوه كمان مرة عشان تستفادوا، واكتبوا المعلومات في ورقة وركزوا وتابعوني الصبح. مش عارفة هذه ليش طالعة، ضايقتني صراحة. وبس، شكرا لمتابعتكم هذا الفيديو. حلو صح؟ أنا كمان عجبني. تابعوا الانستغرام تبع اليوم. أنا صراحة بدي أجرب أشوف اختلاف الإضاءة إيش يسوي. حلو هيك أحلى كأنه. المهم، شكرا لمتابعتكم. تابعوني على الانستغرام، انستغرامي، تابعوني عليه. برد على رسائلكم يوميا،
وبنزلكم فيديوهات إن شاء الله يوميا، فروحوا تابعوه بلغة الأم الأخرى، يعني ما بحكي باللغة العربية. عشان هيك مع السلامة، باي.